يا السلام عليكم. تعالى اقولك ازاي لو انت عندك جهاز كامل، جهاز تكييف، ازاي انك انت هتركبه. مبدئيا المكان اللي انت هتركب فيه الوحدة الداخلية بتبقى مراعي المكان اللي انت هتركب فيه ده ما يبقاش تحت منه اي حاجة تعمل له اعاقة. طبعا هتوزن الجهاز بتاعك وتعلم المسطرة بتاعته، وفي نفس الوقت هتخرم وتعمل شنيشة تعدي بيها المواسير بتاعتك، وتبدأ انك انت تركب الجهاز. دي حاجة. الحاجة التانية، ما بين الجهاز من بره في الوحدة الخارجية، بتراعي ان الوحدة الخارجية دي بتحاول انك تركبها في مكان ما تبقاش لازقة للسقف قوي، يبقى في براح 10 سنتي 20 سنتي او نص متر على قد ما تقدر، بحيث ان يبقى في صيانة بعد كده لأي حد جه يعمل صيانة للوحدة من بره، يبقى في براح ليها. تمام. فده بالنسبة للجهاز. طيب لو انت هتركب الكابولي اللي بره، ممكن يا هتركبه جبسو اسمنت عن طريق الضوافر، يا اما هتركبه مسامير وفشل. فده بيختلف ما بين الحيطة الجبس، الحيطة اللي هي الطوب الأحمر، ده بيحتاج مثلا الأفضل ليها جبس وأسمنت، غير لو خرسانة حيطة جزء فيها خرسانة وكده، فده بيبقى الأفضل ليها المسامير والفشل. غير بقى انك انت فتحت الشنيشه، فبتراعي انك تقفل الشنيشه ديت بجبس واسمنت او بالماده اللي بتيجي، علشان ما يبقاش فيه اي فران ولا اي حاجه تدخل. فاذا انت ركبت الفانه من جوه، بتراعي انك انت عملت الميزان كويس للفانه علشان ما يبقاش فيه تنقيط ميه كده او كده. وخصوصا لما يكون جديد، جهاز يكون جديد غير لما يكون جهاز مستعمل. التركيب في الجديد وفي المستعمل طريقة واحدة، ولكن بتختلف من جهاز للتاني في طريقة توصيله وطريقة توصيل المواسير والكهرباء وكده. غير كده بقى انت العدة اللي بتحتاجها ما بين هيلتي وما بين بونتا 10 بونتا 8، والفشارات بتاعتك العشرة والتمانية، وما بين انك انت من بره بتفتح للكابولي في المسامير بتاعة الضوافر، بتفتح له بالهيلتي عشان تقدر تثبته جبس واسمنت. فاللي انا بشرحه ده كله بشرحه لك كده نظري، ولكن في الفترة المتقدمة اقدر ان انا اشرحه لك عملي في كل حاجة خطوة بخطوة عملي. ولكن انا عشان اوصل لك معلومة صغيرة كده، ان خطوات تركيب الجهاز بتبقى في منتهى السهولة. مجرد ان انا طلعت المسطرة بتاعت الفانة وحطيتها على الحيطة، ونازل من تحت السقف ب5 سنتي، وحاطط الميزان بتاعي، وببدأ اعلم 4 اخرام، 2 فوق واتنين تحت، وادي الاخرام. وبعد كده من الجنب كده من ناحية اليمين باخد مقاس حوالي 10 سنتي، وبطلع الشنيشة بتاعتي. بعد كده ركبت الفانة، فانا كده ركبت الوحدة الداخلية بمنتهى السهولة واليسر. اطلع بره خلاص، وصلت المواسير وربطت صواميلي، فببدأ احدد مكان الكابولي، واعمل له الاتياج بتاعته، واعمل له الفتحات بتاعته بالهيلتي، واجبسه جبسه اسمنت، واحط عليه الجهاز. اوصل المواسير بتاعتي بالصواميل، وابدأ ادي فريون، وابدأ اوصل الكهرباء واشغل. بس بعد في حين ان انا وصلت مواسير وكهرباء، ببدأ بعد كده افتح الفريون بتاعي الانكي فوق وتحت عشان اشغل، ويبدأ الموضوع معاه بالسلاسة بمنتهى السهولة. زي ما انا ما قلت كده، كل العدة اللي انا محتاجها ممكن احطها لك كلها في الديسكريبشن تحت، عشان تقدر تعرف العدة اللي انت محتاجها ايه، ما بين صليبة وما بين عادة وما بين فرنساوي وما بين الانكيات وما بين عداد وما بين الهيلتي. الحاجات دي كلها وجبت اسمنت في القصة دي كلها، بتبين انك انت معاك عدة هتقدر تركب وبمنتهى السهولة. ولو عندك اي كومنت ولا اي حاجة، تابعني في الكومنتات وارد عليك ان شاء الله. يلا سلام عليكم.